هلو أصدقاء كرتونيتا. بيبدأ فيلمنا في مركب صيد كبيرة في وسط البحر. بيبقى موجود على المركب الأمير عريق، بيكون وقتها معجب بهدوء البحر اليوم ده. بيقول له أحد الصيادين إن شكل حاكم البحر شيبان مزاجه رايق النهارده، ولكن مساعد الملك بيكون شايف إن الكلام ده كله مجرد خرافات، وبتفلت منهم سمكة وبتنزل تاني على البحر. بيظهر في أعماق البحر تحت مملكة اسمها أتلانتيكا، كان بيعيش فيها الملك شيبان ملك البحر مع بناته السبعة، وإريا أصغر بناته. كانت مميزة جدا، مش بس عشان جمالها أو صوتها الساحر اللي بيقولوا إن أحلى صوت في البحر كله، لكن كمان لأنها كانت مختلفة عنهم. إخواتها كانوا ملتزمين بالقواعد وبيحبوا حياتهم في البحر، لكن إريا كان عندها حلم غريب، عاوزة تطلع على السطح وتتعرف على البشر. بتكون إريا بتتمشى مع صديقها السمكة فلاتر، وبتاخده وبيروحوا لمكان فيه بقايا من السفن وحاجات من البشر، وبتكون مبهورة بالحاجات دي وبتفضل تجمع فيهم لحد ما بيظهر سمكة قرش وبتحاول تهجم عليه، ولكن بيهربوا منها. وبتروح عند صديقها التاني نورس وبتوريله الحاجات اللي جابتها، وبيكون مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، فبيقول لها اي حاجة وخلاص. وبتفتكر إريا الحفلة بتاعت باباها وبترجع بسرعة ليه، وبتكون كل ده ساحرة البحر بترتب لها انها توقعها. ولما بتروح إريا لباباها بيكون غضبان جدا لان بسببها الحفلة اتلغت، وبيقول لها إريا انت طول الوقت مشغولة بعالم البشر، وانا قلت مليون مرة انهم خطر علينا. ولكن إريا بترد عليه بتقوله انهم مش وحشين ونفسي اعرف هما بيعيشوا ازاي، فبيتعصب وبيمنعها انها تطلع على سطح البحر تاني. وقتها بيكلف الملك عثمان انه يفضل مراقبها. في يوم من الايام إريا بتطلع مع صاحبها فلاتر فوق سطح البحر، وهناك بتشوف سفينة ضخمة فيها موسيقى وناس بتحتفل. بتقعد تراقبهم من بعيد، وعينيها بتقع على الأمير عريق لأول مرة، وبتقول إن شكله وسيم جدا وضحكته مميزة وبيعزف على ناي. ياه، ده أجمل حد شفته في حياتي. لكن فجأة العاصفة بتضرب السفينة وكل حاجة بتتقلب، والأمير بيقع في المية، وإريا بتروح بسرعة تنقذه وبتشيله تحطه على الشط، وبتقعد تغنيله بصوتها الجميل عشان يفوق. ولما بيفتح عينه بيشوفها لحظة وهي مبتسمة، لكن قبل ما يشوفها بوضوح بتهرب بسرعة وبتروح للبحر. الأمير بيفضل متذكر صوتها وبيقول مين البنت دي، لازم الاقيها تاني. وقتها بيقول عثمان لازم ننسى كل اللي حصل اليوم ده، والملك ما ينفعش يعرف عنه حاجة. بتفضل إريا قاعدة سرحانة في الأمير لحد ما بيلاحظ الملك شيبان التغير ده. وقتها بيفضل يستدرج عثمان لحد ما عثمان بيقع بلسانه وبيحكي له على كل حاجة. وبيروح الملك لإريا للمكان اللي بتكون حاطة فيه كل مقتنيات البشر حتى التمثال بتاع الأمير، وكان غضبان جدا بعد ما عرف إنها بتحب الأمير البشري، ودمر ليها كل حاجة كانت محتفظة بيها عشان تبعد عن البشر، وسابها زعلانة وبتعيط ومشى. وبيدخل عليها سمكتين عشان يقولوا لها إن ساحرة البحر أرسولا بتقرر تحقق أمنيتك وتتجوزي الأمير وتعيشوا سوا للأبد. وبتوافق إريا وبتروح معاهم، وهناك بتقابل إريا ساحرة البحر أرسولا وبتتفق معاها إنها تحولها لإنسانة مقابل إنها تاخد منها صوتها الجميل، وإنها معاها مهلة 3 أيام لو ما خلتش الأمير يحبها هترجع تبقى عبدة عندها طول العمر، إنه لازم يبوسها بوسة الحب قبل غروب الشمس. ورغم خوف إريا من الاتفاق بتمضي على عقد وبتوافق. تاخد الساحرة صوت إريا وبتطلع إريا على سطح المية وهي ليها رجلين. وقتها بيشوفها الأمير وبيقول لها هو احنا اتقابلنا قبل كده؟ فمش بتبقى عارفة إريا تتكلم، بس بيفهم من تحركاتها إن هي دي البنت اللي بيدور عليها، بس مش بيبقى متأكد قوي. وبياخدها معاه القصر وبتغير شكلها وبتلبس زي الأميرات، وبيكون باين على الأمير إعجابه بيها. بياخدها في جولة وبيفرجها على المملكة كلها، وإريا بتكون فرحانة جدا بتجربتها الجديدة، لكنها عارفة إن الوقت بيجري ولازم تكسب حب بسرعة. وأرسولا لما بتلاحظ إن الأمير بدأ يحب إريا قرر تتحرك وتتنكر كبنت جميل، تستخدم صوت إريا اللي سرقته منها وبتغني بصوتها، وبتخلي الأمير يفتكر إنها تبقى البنت اللي أنقذته. الأمير عريق بيتنوم مغناطيسيا بسبب صوتها وبيقرر يتجوزها فورا. وقتها نورس بيعرف إن البنت اللي الأمير هيتجوزها تبقى هي نفسها الساحرة أرسولا، وبيقرر ينقذ الموقف ويقول لإريا. وفي يوم الفرح أصحاب إريا من البحر بيهجموا عليها، والعقد اللي فيه صوتها بيقع ويتكسر. وقتها صوت إريا بيرجع لها تاني، وبيفهم الأمير عريق كل الحقيقة، ولكن قبل ما يبوسها الوقت بينتهي. وقتها أرسولا بتخطف إريا وتنزل بيها تحت البحر، وتقول للملك شيبان إن هي كده بقت ملكها وإن بينهم عقد، ولو عاوز تنقذها يبقى تيجي مكانها. وقتها الملك شيبان بيضطر يضحي بنفسه ويعطي قوته للساحرة. بتتحول أرسولا لوحش عملاق وبتحاول تموت الأمير عريق، ولكن الأمير بيستخدم سفينته ويغرزها في قلب أرسولا وبيموتها.
ووقتها بيتحرر كل اللي كانت أرسولة حبسهم عندها حتى الملك شيبان، وبيرجع لقوته من تاني. وقتها الملك شيبان بيشوف إن إيريا بتحب الأمير عريق بجد، فبيقرر يحقق لها حلمها وبيحولها البشرية على طول، وبتروح تتجوز الأمير والكل بيبقى واقف يحتفل بيهم. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.